وسيجزي الله كتابا مؤجلا كتابا مؤجلا وما محمد إلا رسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين
كتابا مؤجلا كتابا مؤجلا وما كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضروا واستكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا
وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة
أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. فيا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والعمر صندوق العمل. آيات بينات من روائع المصحف المجود تلاها على مسامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية وفخر قراء الشرقية وعلم من أعلام مركز ومدينة كفر صقر، القارئ والمقيم بقرية التل القطب القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ السيد أحمد خطاب، والتي كانت ضمن فقرات هذه الليلة التي تقام تكريما وترحما على هذه الروح الطاهرة والتي صعدت إلى عنان السماء في هذه الأيام الطيبة المباركة وفي هذا الشهر الكريم. العالم الجليل فضيلة مولانا الأستاذ صلاح عبادة مدير عام الأزهر الشريف، أسأل ربي في عليائه أن يشفع فيه رب القرآن ويشفع فيه المصطفى العدنان عليه الصلاة والسلام. حضر أثناء التلاوة معالي الأستاذ حسن، الأستاذ محمد فرج، الأستاذ عبد اللطيف والأستاذ صلاح، الذين أتوا ليقدموا خالص العزاء إلى هذه الأسرة والعائلة الكريمة. كل الشكر والتقدير لرجال الأزهر الشريف بمركز ومدينة كفر صقر. كل الشكر والتقدير للسادة العلماء بالأوقاف، كل الشكر والتقدير للسادة العلماء بالتربية والتعليم، كل الشكر والتقدير لرجال الدولة والسادة المحامين عمد ومشايخ القرى. أتقدم باسم هذه العائلة لمن أتى وقدم لهم خالص العزاء. الشكر موصول لعميد أشغال الفراشة الحديثة والإنارة أولاد حاج عبد الصبور تحت إدارة المهندس أحمد عبد الصبور عامر، المقيم بالقضاء التابعة لكفر صقر شرقية، عميد الهندسة الصوتية والسبب الرئيسي في نجاح هذه الليلة القرآنية مهندس نبيل عبد المنعم المقيم بسنجها التابعة لكفر صقر شرقية، عميد الخدمات الفندقية المميزة بالرقي والجمال والنظافة والجودة أبناء الحاج علي الغرباوي منشأة رضوان مركز ومدينة أبو كبير. تنقل لكم عبر البث المباشر عبر شبكة الانترنت العالمية مهندس صلاح صبري المقيم بأبو عمران التابعة لكفر صقر شرقية. كما تقدم بأسماء الشكر والتقدير لصاحب الواجب صاحب الخلق الطيب وأحد علماء الأزهر الشريف فضيلة مولانا الشيخ محمد الأحمدي الذي أتى ليقدم خالص العزاء إلى هذه الأسرة والعائلة الكريمة. الجمع الكريم عود طيب إلى ساحة القرآن الكريم مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لها على مسامع حضراتكم القطب القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ يحيى السيد الجعفري القارئ والمقيم بمركز ومدينة أبو كبير. يتفضل مشكورا ليتلو علينا من آيات الله البينات.